السلام عليكم، ازيكم يا اخواتي؟ النهارده معانا حكايه جديده، الا وهي حكايه ليون. فلا تنسى دعمنا باللايك والاشتراك في القناه، واهم حاجه هو الصلاه على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. وبلاش اطول عليكم، ويلا بينا نبدا الحكايه. تبدا قصتنا في اول سنه للبشريه في العالم المظلم، وده عالم مليء بالوحوش المتحوله التي غزت الارض، وهي وحوش الابعاد. ومعها ظهر اشخاص بقدرات خارقه، والمعروفين بالمتدفقين، وهم الذين يركزوا طاقة التدفق، وحصلوا على قوة هائلة وأعجب بهم الملايين من الناس. وأيضا في أشخاص يشعرون بتدفق الطاقة ولكنهم لم ينقذوا قدراتهم بعد، وهذين النوعين يتم التكفل بهم من القوة الرئيسية لتوفير ظروف معيشة دون القلق. أما الأشخاص العاديين فيستطيعون فقط لعب الألعاب على الإنترنت. وبننتقل في الأحداث لعند شاب عادي، واللي بيكون اسمه ليوم مو، وهو طالب ثانوي عادي. وقتها اليوم بيلاقي لعبة غريبة وتسمى بالأخت التائهة، ولكنه بيقرر يلعبها. وبعدها بنلاقي شخص بيجري وبيقول إن فريق السيد زيان قادم، وبطلنا ولا شاغل دماغه وبيكمل لعب. وهنا بتوصل قوات من الحكومة، والجميع سعيد بقدوم السيد فليكسر، مع العلم يا صديقي إن المقصود من كلمة فليكسر هي الأشخاص المتدفقون، وأيضا الجيش الحارس الذي يحمي القرى المركزية من هجمات الوحوش المتحولة. وهنا بيقول ليون: ما العظيم بشأن الفليكسر؟ لعبته أكثر مرحا من ذلك. وبطلنا متحمس جدا يلعب اللعبة، وبيقول له النظام إن هو يضع إيده على النافذة لبدء اللعبة. وبالفعل بيعمل كده، وفجأة بتظهر طاقة كبيرة، وبيشعر بطلنا إن إيده بيتم امتصاصها. وهنا بيحصل خلل في اللعبة، وبيقول له النظام إن تم إطلاق نظام الظل. وبيتفاجئ ليون جدا من ده، وبيقول: نظام الظل؟ وما الذي يحدث؟ وهنا بيخرج شخص من ظل ليون، وبطلنا مصدوم. وهنا بيقول له النظام: اكتملت معالجة الظل. وبيهني بطلنا على وراثة هذا النظام، ويمكنك استرداد المكافآت بعد إكمال المهام التي يطلبها النظام وتلقي نقاط الخبرة. وهنا بيقول ليون: هذا هو النظام اللي بيتم ذكره في الروايات كثيرا. وبيتفاجئ من ضخامته. وبعدها بيقول له النظام إن هو فقط من يمكنه رؤية النظام، ويمكنك استخدام المعارك الفرعية لإكمال المهام. وبطلنا متحمس جدا وبيخش على المهام، والمهمة الأولى هي إرسال الظل لقتل النمل في العشب. وبيتفاجئ ليون لما يلاقي الظل بيصغر حجمه، وبيخلص الظل على النملة ورا التانية. وبطلنا قاعد بيتفرج على الظل ومتفاجئ إنه يمكنه القتال. وهنا بيقوله النظام إن المهمة اكتملت، وبطلنا متحمس جدا للحصول على المكافأة. وهنا بطلنا بيتفاجئ إنه يمكنه الشعور بالطاقة المتدفقة لدرجة إنه بيعيط من الفرحة، وبينطلق بسرعة لعند أهله عشان يخبر أمه بذلك. ولكن لما بيوصل للبيت بيلاقي الحكومة ماسكة أمه، وأمه بتقول له اهرب. وبطلنا مصدوم وبيقول إنهم الفليكسرز. هو إيه اللي بيحصل هنا؟ وفجأة بيمسكوا فليكسر وبيثبته بالسلاح. بيقول له ليون: لماذا اقتحمتم منزلي؟ بيقول له فليكسر إن والده قد هرب أثناء المهمة، وقد تسبب ذلك في تدمير الفريق بالكامل، ودلوقتي بنحقق في هذه القضية. بيقول له ليون: أبي، مستحيل! كيف يمكن لأبي الذي يحمي الجميع بكل ما يملك أن يهرب؟ بيقول له فليكسر: لا تنفعل كثيرا، إنه مجرد تحقيق، ولو عندك شيء لتقوله فلتأتي معنا أولا. ولكن بطلنا بينهض بسرعة كبيرة وبياخد السلاح من فليكسر، وبيوجه السلاح ناحيتهم، وبيقول له: لا يمكن لأبي أن يهرب، اترك أمي تذهب. ولكن لم يهتموا لكلامه. وبيقول له شخص: يا فتى، فقد السادة من يمكنهم التحكم بمسدس التدفق، ولا يمكنك فعل شيء. وهنا بطلنا بيخرج طاقة كبيرة وبيقول لهم: انتم اللي أجبرتوني على فعل ذلك. وبيهجم بطلنا على واحد من السادة، ولكن المفاجأة يا صديقي إنه صدها بإيديه فقط. وبيتفاجئ بطلنا من قوة المتدفقون. وهنا بيقول له السيد فليكسر: لم أتوقع أنه يمكنك الشعور بطاقة التدفق، ودلوقتي لا يمكننا اعتقالك، ولكن لازم ناخد أمك. وبتقول له أمه: ليون، انسى ذلك، فقد استمع لهم. وبيقول له الفليكسر: أنا متأكد إن والدك بريء، ولكن يجب شرح الأمور، ولو عايز تنقذهم فقد قم بإيقاظ طاقة التدفق بأسرع وقت ممكن. وبعدها بيغادر. وبعد فترة بياخد بطلنا كتاب، وبيقول إن مفضلش إلا أسبوع واحد على اختبار إيقاظ طاقة التدفق.
واللي هيكون يوم الجمعة القادم، وده بيحصل مرة واحدة في السنة، وإذا فوته سيكون الأوان قد فات بالفعل. وهنا ليون بيسأل النظام عن نقاط الخبرة المطلوبة لإيقاظ طاقة التدفق. بيقوله النظام 100,000 نقطة خبرة، وبيسأله ليون إن كان من الممكن القضاء على 100,000 نملة خلال أسبوع واحد لإيقاظ تدفق الطاقة. بيقوله النظام إن النظام يمكنه أن يعمل بوضع الاختراق التلقائي ولا يتطلب ذلك أي تدخلات. وبالفعل بيفعل ليون وضع الاختراق التلقائي، وبينطلق الظل لتنفيذ المهمة. ولكن بيقول ليون إن الظل وحده لن يكون قادرا على إنجاز المهمة، وبيكرر التدرب بشكل متواصل خلال الأيام السبعة القادمة لكي يستطيع الإيقاظ مع طاقة متدفقة أكتر. وبيكون ماسك كتاب ل100 طريقة للشعور بطاقة التدفق، وبيفتكر ذكرياته مع والده وبيعيط، وبيقول بكل عزيمة: أبي، سأعتني بك هذه المرة. وبعد 7 أيام بننتقل في الأحداث لمدينة جي فينج، الفصل الجامعي 16، العام الدراسي الثالث. وقتها بيقول لهم المدرس: أيها الطلاب، اليوم هو أهم يوم في حياتكم، وإذا كنت من الأشخاص المستيقظين أتمنى أن تعملوا بجد لتكون شخصا مفيدا للمجتمع في المستقبل. وإذا كنت سيد طاقة متدفقة سوف تنضم للجيش الحارس للقتال ضد الوحوش المتحولة وتصبح حارس عسكري نبيل. ولو أيقظت طاقة التدفق سوف تكون بطل يقدره الآلاف، ومفيش حد من هنا أيقظ هذه الطاقة قبل كده. ولكن سواء امتلكتها أم لا، معلمك هيكون فخور بيك دائما، وأنتم أمل القارة المركزية. وهنا بيظهر ليون، واللي بيكون مرهق جدا من الجري عشان يلحق الاختبار، وبعدها بيعتذر للمدرس عن التأخير. وبعد فترة بيبدأ اختبار الإيقاظ. وقتها بيقول بطلنا إنه كان على وشك تفويت آخر فصل دراسي ليه، وكمان بيلاحظ إن عدد الأشخاص في الاختبار أقل من قبل، ويبدو إن الكثير منهم قد تخلى عن الاختبار. وهنا بيقول شخص: أليس هذا ليون؟ لقد ظننت أنك تخليت عن الاختبار، ولم أعتقد أن لديك معرفة قليلة جدا. وبنعرف إن اسمه شيان فاي، وهو ابن أحد رجال الأعمال الأغنياء في مدينة جي فينج. وهنا زمايله بيقولوا بكل سخرية: المدينة كلها عارفة اللي حصل لوالدك، ولسه عايز تكون زيه؟ وهل تعتقد إن المتدفقون لعب عيال؟ أي شخص يمكنه أن يصبح واحد منهم. والجميع بيتكلم في اللي حصل لوالده، والبعض بيقول إنهم كانوا عايزين يكونوا مع بطلنا علاقة جيدة عشان والده بالجيش. وهنا بيظهر شخص وبيدافع عن بطلنا، وبيقول لشان فاي: أنت فقط لا تستطيع تقبل علاقة ليون مع زهرة المدرسة، اخرج من هنا ولا تعكر الجو. وبنعرف إن اسمه تشانج كاي، وده صديق ليون. وبالفعل بيغادروا هما منزعجين. الله عليك يا تشانج، هي دي صداقة ولا بلاش؟ وبعدها بيشكروا بطلنا على مساعدته. وهنا بيسألوا تشانج عن أحوال والده. بيقول له ليون: ما تقلقش، والتحقيق لسه شغال. وهنا بتظهر زهرة المدرسة، واسمها هو لين لي، وهي حبيبة ليون من الطفولة. وبتقول له: انت هنا خصوصا لرؤية اختباري؟ وهنا عمنا تشانج بيخلع، وبيقول لها ليون انه هنا ايضا من اجل الاختبار. بتقول له لين: لقد سمعت ايضا عن اللي حصل لوالدك، مع اني مش ده الوقت المناسب لاخبارك، ولكني ما زلت اريد اخبارك. انا شعرت بكم قليل من الطاقة من عدة ايام. بيقول لها بطلنا: اذا. بتقول له الانسة لين: انا عارفة ان من الانية ان اقول لك هذا، ولكني ما زلت اريد دخول العالم المتحول الفائق الذي يحلم به الجميع، وحتى لو كانت الفرصة بنسبة 50% فقط، ولهذا أنا آسفة. وهنا بطلنا بينصدم. يعني يا صديقي، كل المديح اللي تلقاها بطلنا من أصدقائه وزملائه في الصف كانت بسبب سمعة والده فقط. حتى المسمى بحبيبة الطفولة والأصدقاء، كل ده لا يعنيان شيئا إطلاقا. وهنا بيغادر بطلنا وهو بيقول لها: أنا فهمت قصدك، وبالتوفيق في الاختبار. وهنا بيروح مباشرة على منصة الاختبار من غير ما حتى واقف في الطابور، وكمان بيرمي اللي عليه الدور بعيد، واللي بيكون شيان فاي. وهنا بيقوله شيان: انت ليه عديت طابور؟ انت فاكر ان والدك لسه بيدعمك؟ بيقوله ليون: ليه؟ لاني سأصبح متدفق. وهنا بيعمل الاختبار، وبتظهر هالة مرعبة، والجميع مصدوم ان بطلنا ايقظ قدراته بشكل كامل. وهنا بيظهر صديقه تشانج وبيهنيه على ده. وهنا بيظهر شخص عجوز وبيعطيه إشارة التلميذ المتدفق،
وبيقول له: من الآن فصاعدا سوف تتمتع بكل امتيازات والمعاملة التي تعطى للتلاميذ المتدفقين من التحالف، وأتمنى أنك تزورنا في مكتبنا في حصن السحابة للتسجيل خلال شهر من الآن، وهجهز كل ترتيبات لوصولك بالنيابة عن اتحاد المتدفقين بمدينة جي فينج. وتشانج مش حل بطلنا يا صديقي، وبيسأله عن هوية هذا العجوز، ولكن بطلنا بيقول له: دعني وشأني. وهنا بتظهر لين لي واللي بتكون عايزة ترجع حبيبته من تاني، ولكن بطلنا بيقول لها نفس الكلام اللي هي قالته له وبيتركها وبيغادر. وبعدها بيرجع لغرفته وبيكلم أمه وبيخبرها إنه أصبح متدفق، وبيطمنهم إن هم ميقلقوش. وبعدها بيقفل معاها، وبعدها بيقول بطلنا: هي دي الشارة التي يحلم بها الجميع. وبنعرف إن هذه الشارة يمكن استخدامها كتأكيد للهوية لفتح مساحة الخزانة رباعية الأبعاد وعالم الأبعاد الافتراضي. وبالفعل بيفتح النظام وبيخش للعالم الافتراضي، وفجأة بيشعر بحد حواليه، ولكن بيلاقي إنها مجرد دمى. وفجأة بيظهر عمنا دبدوب، واللي بنعرف إن هو مرشد ليون واسمه بيدرو، وبيقوله إن ده هو عالم الأبعاد، عالم حيث يمكنك فيه الحصول على مختلف التقنيات الأبعاد ومهارات القتال، وإنهم مكان للممارسين لتحسين قوتهم الخاصة. ودلوقتي رجاء كلاكما باختيار شكل ظهوركم في عالم الأبعاد. بيستغرب بطلنا وبيقول: كلاكما؟ بس أنا وحدي. بيقول له بيدرو نقطة ظريفة، من الواضح إنكم اتنين. بيقول له ليون: أنت قصدك على ده؟ وهنا بيقول ليون مع نفسه إن الظل يعتبر شخصا في عالم الأبعاد، وبعد فترة بيختار الاتنين أشكالهم في العالم الافتراضي، وبعدها بياخدهم بيدرو للعالم الافتراضي واللي بيكون عالم آخر الجمدان. وهنا بيقول له بيدرو إن الوقت في عالم الأبعاد أسرع ب3 مرات بالمقارنة مع العالم الواقعي، لذا فالأشخاص الذين غالبا ما يكونوا في عالم الأبعاد يملكون ضعف الوقت من الأشخاص العاديين. وبيندهش ليون جدا من ده، وبيقول ليون: لا عجب إن الجميع يرغب بدخول هذا العالم البعدي. وبعدها بيلاقي ليون إن الجميع بيشاهد قتالات على شاشة العرض، وبيتفاجئ ليون من ده، وبيقول له بيدرو إنها ساحة معارك الأبعاد، ونظام المعارك الافتراضي هنا يستطيع استنساخ قدراتك القتالية في العالم الواقعي، والكثير من الأشخاص تمكنوا من تطوير مهاراتهم القتالية هناك. بيقول له ليون إنه ذاهب لهناك. بيقول له بيدرو: أنت عايز تذهب لهناك؟ تمام. وهنا بيدرو بيسقف بإيديه، وفي ثواني بينتقل بطلنا لساحة المعركة وبيعطيه النظام مسدس وسيف. فجأة حد بيهجم عليه، ولكنه بيتفادى السهم في الوقت المناسب، وبيقول له خصمه: ده يوم حظك. وهنا بطلنا بيوجه المسدس ناحيته، وهنا بيقول خصمه تاني: يبدو إني التقيت بشخص مبتدئا قد جاء لأول مرة لهنا. ويا ترى إيه اللي هيحصل؟ وهل هيتمكن اليوم من هزيمة خصمه، ولا هيتعرض بطلنا لهزيمة ساحقة؟ وانتظروا الجزء القادم من حكاية ليون، ولا تنسوا دعمنا باللايك والاشتراك في القناة، وأهم حاجة هو الصلاة على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وشكرا على المشاهدة وفي رعاية الله.